يا صباح القشطات والعسليات عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. صباح كله خير وبركه وامل وتفاؤل باذن الله رب العالمين. صباحنا ده مش هيكون فيه امل وبركه غير لما نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا بقى يا جماعه، النهارده بقى انا قمت الصبح بدري كده، اشوف عندي شويه غسيل عايزين يتنشروا، غسيل من امبارح عايز يتلم، وبعد كده هنقف في المطبخ هنعمل احلى اكله حلوه قوي جميله بقالنا كتير ما عملناهاش. هنعمل بوري سنجاري في الفرن، خلطه حلوه. وعايزه اقول لكم الاكله دي جميله جدا جدا. يمكن انا مش هقول احسن واحده بتحب تعملها، انا ناس كتيره قوي شاطرين بس كل وبيعرفوا واحد يعملوها، وطريقته. بس كل واحد وليه طريقته. بس انا يعني كنت عامله عزومه قبل كده والناس لسه لغايه دلوقتي يعني بيحكوا يضحكوا عليها. فانا عايزه اوريكم طريقتي كده في السنجاري بتبقى عامله ازاي، وان شاء الله يعني اكون يعني حد كده مفيد ليكم، تقدروا تتعلموا مني حاجه. يلا بينا كده. اللي لسه عايزه شويه نشاط وهمه، الروتين ده كده يحفزها ويديها همه ونشاط. وشوفي كده، لو وراكي غسيل اغسليه، لو عندك غسيل عايز يتلم لميه، وادخلي على المطبخ يا شاطره انت وهي عشان تشوفي هتعملي ايه. يلا بينا، ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والناس الجديده اللي لسه اول مره يشوفوني ما تبخلوش عليا بالاشتراك. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كده على السريع، وقتي كده بسرعه. ده كان حتتين غسيل كانوا على الحبل. ما يعتبرش غسيل، يعني هو غيار بيتقلع بغسله وبنشر غيره. انا بصوا يا جماعه، لو انتوا عندكم اطفال ما تحوشوش الغسيل، مش مستاهل يعني. اغسليه بسرعه، او لو عندك مثلا مش قادره تغسلي على ايديكي، مستوى الميه لو غسلتك فوق اوتوماتيك زي حالاتي كده، اعملي مستوى الميه على حد ادنى، واظبطي المسحوق بتاعك، اظبطي الميه بتاعتك واغسليهم اول باول. والله العظيم هيوفر معاكي في الميه والمسحوق والكهرباء. لان انت عارفه الغسيل لما بيتحوش بيبقى همه كتير. تبتدي بقى ان انت تنشري الحبال كلها وتلمي وترصي غسيل. لا والله، وقته كده. وخصوصا الاطفال بيبقى عايزين هدومهم دايما تكون نظيفه، عشان لو هدوم اتوسخت بيلاقوا غيرها يعني. يلا نعمل الاكله بتاعتنا بقى الحلوه. النهارده بقى ابو شهد جايب لنا السمك البوري ده، هو مش كبير ومش صغير. كيلو منه عامل 40 جنيه بس، تحفه تحفه. عامل كله بطارخ، وانا بنضفه طبعا، انا نضفته قبل ما اصور. بصوا البطارخ اللي طلعتها منه حلوه ازاي، جميل. تعالوا بقى انا اقول لكم هعمله سنجاري ازاي. مش هتبطلي تعمليه والله. هو كان ممكن يتشوى وهيبقى جميل جدا في الشوي، بس هو قايل لي انا عايز سنجاري بقى. طب انا اعمل ايه؟ اعمله سنجاري. دوسوا اللايك. يعني قبل ما اقول لكم المقادير بتاعته واقول لك السنجاري اللي انا بعمله بقى ومجنن ناس كتير، اقول لكم بقى طريقته ازاي. بس دوسوا اللايك، واللي ما عملش الاشتراك ينورني كده بالاشتراك بتاعه، فعلوا زر الجرس. بصوا بقى انا اقول لكم على المقادير بتاعتي. بسخن بس الفرن. بصوا بقى، انا هنا مقطعه طبعا بطاطس طنشات، ومش هي شيبسي ولا هي بطاطس تخينه يعني، ولا رقيقه ولا تخينه. دي هتتعمل كفر من تحت. ودوقيها بقى لما تطلعي السمك بتاعك، دوقي كده منها، هتبقى يعني جميله جدا جدا وبتغمس وحلوه قوي. دي طماطم متقطعه زي تقطيع السلطه، ودي طبعا بطاطس متخرطه بالسكينه، مش عايزاها مش عايزاها بالمبشره. وتوم، فلفل اخضر، قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر. وعندك هنا الخضره شبت، بقدونس، كزبره. هنحط الطاسه بتاعتي كده على النار، ونشوف بقى هنعمل ايه. عايزه اقولك ان السنجاري ده من الاكلات الحلوه جدا جدا. ممكن تعملي بولت كبير سنجاري، ممكن تعملي سمك المكاريل في السنجاري، جميل جدا. والله العظيم حلو قوي قوي قوي. والبوري طبعا بيتعمل سنجاري. في انواع سمك تانية ممكن تتعمل سنجاري. يعني السنجاري ده يمشي معاكي في اي نوع سمك. والله العظيم جميل جدا. وعلى فكرة الخلطة اللي انا بعملها دي بتاعت السنجاري، ممكن لو سمك بولتي عايزة تشويه او اي سمك عايزة تشويه، احشيه وشويه، هيبقى جميل جدا برضو. بصوا هنا انا بعمل ايه. انا اوريكي طريقة كده تخلي بيها العظم بتاعت السمكة. انا يعني مش كله اللي هشيله، وفي هسيب لسه العظمه فيها. بس لو انت عايزه تخليها، بدل ما تفتحي من الظهر، افتحيها من البطن ونضفيه كويس وشيلي العظم بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. وصدقيني العظميه طالعه من غير لحم. انا بحاول بصي ما طلعش فيها لحم خالص اهي. وفضيت العظمه اهوت، بصي يعني هي مخليه خالص من العظم من جوه. حطيت طبعا زيت على النار، واخدت نص كميه البصل، والنص التاني هحطه. طبعا هعمل رز بالبصل. وعايزه اقول لك، عايزه الرز بالبصل يبقى فاتح،
ما تحمري يعني حمري البصله بس يعني تكون لونها اصفر شويه. لو عايزاه غامق احرقي البصله، والله احرقي البصله وبعد كده ابقي شيليها باي مصفى عندك او اي حاجه، واحتفظي بس بالميه بتاعته، وهي دي اللي احنا عايزينها هتغمق لنا الرزايه. طبعا هنا طبعا ايه، انا حطيت الرز البصل على النار يا دوبك يدبل بس، واقول لك هنعمل ايه. عايزه اقول لك لو انت عازمه ناس على اكله سمك، طبعا الليمون اهو، انا كنت ناسيه اقول لكم على الليمون. لو انت عامله عزومه سمك، ايه اللي ممكن تعمليه في عزومه السمك؟ ناس عايزين جوزك عازم حد على سمك، اهلك جايين ونفسهم ياكلوا سمك، اي حد معزوم عندك على سمك، وخصوصا بقى في رمضان. طب هنعمل السمك دوت عزومته هتبقى ازاي؟ دوسي الاول اللايك، واللي لسه ما عملش اشتراك يعمل لي الاشتراك ويفعل زر الجرس، ونقول هنعمل العزومه بتاعه السمك دي ايه اللي ممكن يتعمل فيه. اسيب بس الحله دي بتنشف بس معانا شويه. طبعا الحلل الجرانيت دي خدت فيها مقلب حلو قوي. مش اصليه طبعا، ما طلعتش اصليه، وشاريها غاليه والله، بس ما طلعتش يعني تمام. نحط بس السمنه على النار عشان الرز، وهحرق طبعا البصله زي ما انا ما قلت لكم، وبعد كده هشيلها من الميه بتاعتها، هصفيها، وهنعمل احلى رز بقى بالبصل او بميه البصل، تحفه. ممكن تعملي ايه بقى في عزومه السمك؟ بصوا كل ما اقول لكم ممكن تعملي ايه ادخل في حوار تاني. لا هقول لكم والله. ممكن نعمل بقى سمك مشوي جنبه سمك مقلي، والسمك المقلي خليه نوع تاني غير المشوي. يعني لو هتعملي بولتي مشوي، ركزوا معايا في الصوت وركزوا معايا في الصورة كمان، وانا بوريكم انتي بتخلي العظم ازاي. اعملي سمك مقلي وسمك المشوي ما يبقوش النوعين زي بعض، خلي ده نوع مختلف عن ده. يعني انت ممكن تعملي مثلا سمك بحر، في انواع حلوه جدا لسمك البحر. سمك القاروص حلو جدا لو قليتيه، او لو عملتيه سنجاري هيبقى تحفه قوي. سمك البلطي مشوي، هتعملي اي نوع سمك بحر مقلي. هنعمل بقى كفته سمك، هتعملي شوربه سي فود. بصوا بقى انا حطيت الثوم وحطيت الفلفل الاخضر وحطيت الفلفل الاحمر. هتعملي شوربه سي فود هتبقى جميله جدا جدا في العزومه. طب ما هي مكلفه؟ لا، هاتي ربع جمبري، هاتي صبيط، هاتي ربع، هاتي صبيط ان شاء الله يعني لو قطعه او قطعتين، وهاتي جندوفلي، هاتي كابوريا، هاتي لو متاح قدامك بلح البحر، متاح مش متاح خلاص، واعملي شوربه سي فود. والله العظيم هتبقى جميله جدا جدا جنب وجبه السمك او عزومه السمك، هتبقى حلوه قوي. طبعا قلنا بقى السمك السنجاري، اكله سمك مفيش بعد كده. حطينا طبعا التوابل بتاعتي ال7 حبات، ومكتره فيهم طبعا الكمون لان السمك حبيب الكمون. حطيناهم طبعا مع الخلطه ديت، مع البصل وهو بيتحمر او مع وهو بيسخن كده. حطينا الطماطم بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهوت. وهنا طبعا اخر حاجه الملح اهو. نقلب بقى ونسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده على النار لغايه ما الطماطم تدبل معايا، وبعد كده هحشي بيه السمك زي ما انا ما قلت لكم كده. يعني احلى حاجه تعمليها هي وجبه السمك، هي الانواع ديت اللي انا قلت لك عليها. والله العظيم هتبقى حاجه تشرف، والناس هيطلعوا مبسوطين جدا جدا، واكله جميله جدا. وخلي بالكم عزومه السمك من العزومات اللي ما يتشبعش منها، حلوه قوي قوي يعني. مين لسه ما عملش اللايك؟ اعملي اللايك، وده اعملي بالاشتراك، ده فعيل زر الجرس يا حلوه يا جميله انت وهي. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا حطينا بقى البطاطس اهوت، وهنحط كام معلقه كده على وش البطاطس علشان خاطر ايه، يعني تدي ريحه حلوه كده للبطاطس، وتاخد كمان من طعم السمك. اهو زي ما انا شايفاكم، ده الكفر بتاع البطاطس عاملاه من تحت كده، وهرص عليه السمك بتاعنا. طبعا هتقولي ما حطيتيش طرنشات بصل ليه؟ طب ما انت حاطه بصل في الخلطه. انا مش بحب اكتر بصل كتير يعني. بس انت لو حابه تحطي طرنشات بصل حطي، لو عايزه تحطي اي حاجه اضافيه معاها حطي، بس انا حبيت احط البطاطس يعني. عايزه اقول لكم والله انا قبل كده عملت سمك سنجاري، جوزي اخده مع اصحابه كده في الشغل. والله العظيم لسه لغايه دلوقتي بيقولوا تسلم ايدك والله. آه، كانوا مبسوطين منه جدا. اهو بصوا، الصاجه دي صاجه الفرن، خلي بالكم انا ما عملتش من اي صواني عندي. الصاجه دي هتاخد معايا الكميه، وكمان السمكه هتبقى مفروده وبراحتها كده، وهتتحشى حشو كويس.
فالصاجة بتاعت الفرن دي، بتاعت فرن البوتاجاز، انا بستغلها في الحاجات دي والله. وعملت فيها برضو قبل كده جلاش، كانت حلوة جدا يعني، تنفع وحلوة. بصوا كده انا برص اهو السمك، وشوفوا بقى انا هعمل البطارخ مع ازاي. الله الله، شجعوني بكومنت حلو، صلوا بينا كده على رسول الله، الصلاة على النبي. يعني اكثروا من الصلاة على رسول الله. الصلاة على النبي بتزود البركة والله يا جماعة، تديكي بركة في الرزق وفي العمر وفي الصحة وفي عيالك. الصلاة على النبي بركة، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بركة. بصوا البطارخ بقى كده اهوت، انا بحطها بدي، بصي كل سمكية بطروخ مع ان انا كنت مطلعه من كل سمكية بطروخين يعني. بس كان في كام سمكة كده ما كانش فيها، بس انا يعني ايه كل سمكية كده بطروخ، عشان اللي ياخد سمكية يلاقي فيها البطروخ بتاعها، محدش يبقى ناقصه حاجة يعني. اه، بعد كده هنعصر عليه ليمون من فوق. هو انا كده كده يعني كنت السمك كنت منقعاه في خل وليمون، وشطفته شطفه حلوه يعني عشان تشيل الزفاره منه. وبعد كده بنعصر عليه من فوق اهوت ليمون، وتاخدي كمان خلطه. ما رضيتش طبعا احط الليمون على الخلطه من فوق، ما ينفعش، خليه على السمك من جواه احسن. عصرنا ليمون بما فيه الكفايه، وهقطع القشر بتاعه وانطر كده من كل حته، تاخد حته قشره كده يعني، تدي ريحه. القشر لما بيسخن بيدي ريحه حلوه. بعد كده بقى هنحط الخلطة بتاعت اللي انا حطيتها بتاع الحشو بتاع السنجاري، وبنحطه في الفرن بقى. عايزه اقول لكم انا بعمل مستعجله، لان ندى طبعا هتروح الدرس، عندها الدرس بتاعها بتاع الانجليزي. ف آم، بخلص بسرعه عشان راح اوديها. ما ينفعش ان انا طبعا مشوار بعيد، ما ينفعش ان انا اخلي بنتي تروح مشوار بعيد لوحدها. هتقولي لي طب ما هي لازم تتعود. معلش تكبر شويه وتتعود. بس انا مش عارفه، انا بخاف على عيالي زياده عن اللزوم، بخاف عليهم قوي. وانتوا عارفين دلوقتي الجو ما بقاش مستحمل يعني. كل ما افتح الفيسبوك الاقي بنت مخطوفه، لا مش عارفه مين، اهلها بيدوروا عليها. فانا بصراحه الواحده بقت ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ حاجه جميله كده، ايه رايكم؟ نحطه بقى في الفرن ونسيبه ياخد ويدي مع نفسه. بصوا هنا طبعا انا حرقت البصله زي ما قلت لكم، علشان الميه تطلع غامقه زي ما انتوا شايفينها كده، اغمق من ميه الشاي اللي بتتشرب. تبقى غامقه، كل ما تبقى غامقه تبقى هتديكي لون للرز حلو قوي. طبعا حطينا هنا التوابل بتاعتنا، والتوابل دي داخلها قرفه، والقرفه مع الرز بالبصل واو تحفه. طبعا دي توابل كمون كزبره قرفه. وحطينا شويه ملح، ظبطنا الملح بتاعه. بصي لون الميه عامله ازاي. خلاص احنا اتخلصنا من كل البصل المحروق. وبعد كده حطينا اهو الرز بتاعنا اهو. وبصوا هوريكم، بصوا لونه بقى، اللون بتاعه بصوا عامل ازاي، غامق كده وجميل. وكل ما البصلايه تبقى افتح كل ما الرز هيبقى لونه افتح. طبعا هنا اهو السمك في الفرن. هنا بقى شاهده قالت لي سيبيني انا يا ماما اعمل بتنجان مدحرج مخلل. تعالوا شوفوا بقى، شوفوا طريقه شهد في البتنجان المخلل بتعمل ايه. بصوا شوف شهد بتعمل ايه. حاطه طبعا الطاسه على النار، حط لها زيت. لا شهد ليها تكه بقى غريبه وحلوه قوي بتعجبني. انا طبعا متعوده احط هريسه شطه يبقى عندي في التلاجة، طبعا انا بقالي فتره ما عملتهاش. فشهد بقى هتعمل لنا الخلطه السريه بتاعتها. حطت طماطمايه في الزيت، بتشوح طماطمايه كده في الزيت، طلع طباخه لامها. طب انا اقول لكم على حاجه، والله انا بحب اخلي بناتي تقف جنبي في المطبخ. انا عايزاهم لما يتجوزوا يعني عايزاهم يشرفوني في بيوتهم، يقولوا مامتهم يعني ربنا يخلي امك اللي علمتك، طالعه شاطره، طالعه بتعمل كل حاجه، برافو عليها. مش عايزه حد يقول عليها خايبه. بصوا التوم هنا مع الشهد بقى بتقول لكم توم
قرن صغير فلفل اخضر مفروم مع الثوم، وهنا حطيت الطماطمايه هرستها طبعا مع التوابل بتاعتنا، كمون وكزبره فلفل وملح. دي طريقه شهد. بس والله كان بصوا شويه بتنجان كده بصراحه ما فاتش منهم حاجه، اتاكلوا. بصوا هنا اهوت اهي هرستها بما فيه الكفايه. هتبتدي بقى تحشيها. عايزه اقول لكم ان هي فتحت الاول البتنجان قبل ما تحطه في الزيت، عشان يبقى ايه سهل كده في الحشو، ما تاخدش البتنجانيه تقطعها، لا هي احنا بنفتح الاول البتنجان، بنشقه بالسكينه وبعد كده بتحمره. وبعد كده هتحط عليه خل وليمون. بصوا هنا السنجاري اهو يا جماعه جميل. وهنا الرز ايه بتاعنا، وادي البتنجان الجميل بتاع شهد. ايه رايكم؟ بصوا انا عايزه اوريكم بس البطروخ. طبعا هي الكاميرا كانت في الاول مبينه السمك كانه محروق، لا والله هو مش محروق، ده هو حلو. هو بس عشان الكاميرا مش مفتوح الفلاش بتاعها. بصوا انا بقول لكم تحفه تحفه تحفه. بصوا هنا انا واقفه عماله باكل وانا واقفه، عشان راح اودي ندى الدرس مش قادره اقاوم. طعمه حلو قوي. ندى شهد طبعا بتقولي انت هتخلصيه وانت واقفه. لا مش هخلصه. تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك. مع السلامه.